بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في جنته مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة موضوعنا عن التوبة. إزاي نتوب؟ إزاي نرجع لربنا؟ إزاي ناخد قرار التوبة؟ معنا النهاردة شاب من الشباب هيحكي لنا عن تجربته، إزاي تاب وإزاي رجع لربنا. بس الأول نتعرف عليه. اسمي محمد عادل، السن 24 سنة. أهلا وسهلا. كنا عاوزين حضرتك تحكي لنا عن الفترة اللي قبل التزامك، وإزاي خدت قرار التوبة، وإيه الرسائل اللي ربنا بعتها لك عشان تتوب. الفترة ديت يعني كانت أسوأ فترة عدت في حياتي، وبحمد ربنا لو فضلت صبح وليل أسجد له، اللي هو يعني نشلني أو خرجني من الوحل اللي أنا كنت فيه. مش هكفي عبادة ربنا يعني. أنا كنت زي أي شاب عايش حياته مستهتر جدا، ما عندوش أي اهتمامات، ما بيفكرش في أي حاجة غير هو يجي الليل، إزاي يجي الليل عشان خاطر يروح يجيب المخدرات. كنت بعمل الكبائر يا شيخ أحمد، كنت بعمل كل حاجة وحشة، ما سبتش حاجة وحشة ما عملتهاش. لدرجة يعني من أنواع المخدرات اللي أنا كنت باخدها برشام، كنت باخد برشام، كنت بشرب حشيش، كنت بشرب بانجو. وصل بيا المرحلة ووصل بيا الدرجة اللي أنا أجيب برشام وأبيع برشام وآخد وأبيع وآخد. الشيطان ما كانش سايبني، كان ملازمني ال 24 ساعة في ال 24 ساعة شيء. فالحمد لله رب العالمين. في يوم من الأيام كده كنت برضو يعني كنت زي ما كنت متعود برضو ان انا راجع البيت، مفيش وعي عندي، كنت خارج الوعي خالص. كنت برضو اقول لك المصطلح بتاعهم اللي بيقولوا دلوقتي كنت فاصل، ما كنتش فاهم اي حاجة. كان في جيبي اكتر من شريطين برشام، كان في جيبي حشيش، كنت واخد حشيش واخد برشام. فكنت قاعد مش فايق، فعايز انام. ده الطبيعي اللي بيحصل لي كل يوم اللي انا. وكنت عايز اقول لك على حاجه برضو يعني، كنت لما ابقى مع اصحابي وانا في الحاله ديت كنت بحس والله العظيم يا جماعه يعني كنت بحس ان انا في قمه سعادتي وفي قمه فرحي. بس لما باجي اقعد مع نفسي واختلى بنفسي بحس بضيق تنفس جامد قوي، وكنت بخاف لانام ما اصحاش تاني، وكنت بخاف لانام على المعصيه اللي انا عملتها دي، او انام وانا كنت بزني، او انام وانا كنت معايا مخدرات. كنت بخاف اغمض عيني بجد بجد يعني. بجد النوم ده كان نعمه من عند ربنا، الانسان ينام وهو مطمئن. انا كنت بنام ما كانش عندي اطمئنان ان انا هصحى تاني يوم، او ربنا من غضب عليا هينتقم مني وانا نايم فمش هيقومني تاني يوم الصبح. كان كل ده يعني كان كل يوم يوصل. حبيبي انا كل الشهوات وكل المعاصي حبايبي مش هسيبهم. فربنا كان بيديني فرصة، كل نهار بيطلع عليا فرصة. انت عايش ثم انت بتاخد النفس وبتخرجه تاني، ده فرصة يعني، فرصة وفرصة لأي بني آدم ما تتعوضش. ثم فيك النفس وانت في معصية ربنا، حاول الإنسان يغير من نفسه. انا طلعت نمت برضه، خلينا في موضوعنا. نمت يا شيخ، جات لي رؤية. يعني الرؤية ديت يعني أنا كل ما افتكرها يعني ما بعرفش اتكلم، ما بجمعش يعني. عمري في حياتي ما هنساها، وانا مش مدي لنفسي الفرصة اللي انا انساها. الرؤية دي رؤية حلمت ان انا جوه جهنم بتعذب يعني. حلمت ان انا في جوه النار بتعذب عذاب في النار يعني. شفت نفسي جوه النار،
شفت نفسي يا جماعة، يعني أنا بالله أقسم بالله شفت نفسي جوه النار، وأنا يعني مية حميم بيصب على دماغي من مية حميم. شفت نفسي جوه النار وتعذبت عذاب جوه النار. مش هتتخيلوا، يعني أنا مش مهما أوصف لكم عمري، يعني مهما أوصف لكم لازم يعني كل واحد فيكم كده يغمض عينه للحظة أو لثواني ويتخيل نفسه جوه جهنم والعياذ بالله. يا جماعة أنا صحيت من الحلم ده مفزوع جدا، ما أناش عارف أبلع ريقي ناشف. صحيت فعلا على أذان الفجر بالظبط، كان الأذان الأولاني صحيت وأذان الفجر جدا. فلقيت نفسي مانيش فاهم حاجة، لقيت نفسي أنا لسه في الحياة، أنا لسه موجود، أنا عايش، يعني أنا مش في النار. أنا الحمد لله، يعني بحسيت بقى اللي دي رسالة من عند ربنا، اللي ربنا اداني فرصة اللي أنا أعيش واللي أنا أتوب واللي أنا أرجع له تاني. وقال لي شوف أنا يعني لو فضلت على كده أو لو مت على كده أنت شفت نفسك في العذاب. يا جماعة أنا مش قادر أوصف لكم فعلا أنا كنت شكلي إيه جوه النار، ولا مش قادر. يعني عذاب النار عذاب عظيم، عذاب رهيب، عذاب مهما نتخيل أو مهما دماغنا جابته مش هتتخيلوا جواه إيه، يعني مش هتتخيلوا إيه اللي جوه. وبعدين أنا قمت صليت الفجر ورجعت لربنا، قلت ده ربنا دي رسالة من عند ربنا ليا، فأرجع يعني ده حلم بشع. يعني أنا كنت طالع عامل معاصي كتير قوي وطالع عشان أنام، وقبل ما أنام كنت بفكر إن أنا مش هصحى الصبح. طب إيه يعني إيه اللي خلاني أحلم كده؟ أنا كان الشيطان على طول يخليني أحلم إن أنا حلمي مش كويس، حلمي فيه زنا، حلمي فيه أول مرة أشوف الرؤية أنا في نار مش بتاعت الدنيا، نار بتاعت الآخرة. أنا بتعذب ليه؟ عشان أنا مت، وبعد ما مت دخلت النار وتعذبت على المعاصي اللي أنا عملتها في الدنيا. شرب المخدرات، بص للبنات، أكلم ديت واسيبها، أزني مع ديت، شرب البرشام، كل حاجة أنا عملتها معصية في حياتي ده ربنا عاقبنا عليها. واحنا ربنا ما بيظلمش حد، احنا اللي بنظلم نفسنا. فقمت من النوم صليت الفجر ومعرفتش انام تاني من التفكير، دماغي خدتني شمال ويمين، ما عرفتش، مش عارف، موهوم، حاسس ان انا مش مصدق ان انا لسه في الدنيا تاني. ما كنتش مصدق ان انا النهار ده طلع عليا وانا لسه بلحمي، لسه في نفس بيخش ويخرج. ده حلم. طب اعمل ايه في حياتي؟ طب حياتي تتغير ازاي؟ طب انا نازل الشغل الصبح، كان معايا البرشام وكان معايا مخدرات وكان معايا سجاير. لقيت نفسي غصب عني حاجة بتخليني احط ايدي بجيوبي واكسر كل حاجة بجيبي، اذا كانت برشام او مخدرات او سجاير، اي حاجة بتعصي ربنا حاولت ان انا اكسرها برضه عشان خاطر ما حدش ياخدها. حاولت ان انا ادغدغها من اللحظة ديت يا شيخ. انا ما طلعت الشغل من اللحظة ديت لغاية لما ربنا وعدني ان انا اقف قدامك كده واتكلم. انا ولا شربت سجاير تاني، ولا خدت برشام تاني، ولا شربت مخدرات، ولا زنيت بأي حد، ولا مشيت في طريق المعصية تاني من بعد اللي انا شفته يا شيخ. يا رب يا رب يا رب، ولا حلم ولا حقيقة اي مسلم يشوفه واي شاب يا رب يا رب يعني يمشي في طاعة ربنا، لان مفيش اجمل ولا احلى ولا اسعد من الطريق ده. يعني السعادة اللي كان الواحد بيحسها قبل التوبة كانت سعادة قليلة جدا جدا جدا، هي لحظة الشهوة. يعني السعادة اللي الواحد بيحسها قبل التوبة في طريق المعصية سعادة قليلة جدا 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 يا شيخ. طبعا بعدها ربنا بعت لك رسائل تانية، عايزك برضو تكلمنا عليها، زي موت اصحابك، وعملت ايه لما شفت صاحبك ميت قدامك، وبعدها برضو لما كنت نايم ولقيت هاتف بيردد يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار. والله يا شيخ، هو موقف صاحبي اللي مات
كان قبل الرؤية اللي هي بتاعت، قبل الرؤية اللي انا شفتها اللي جابت معايا من اخر يعني. ربنا قال لي طب ديت مش هتستوعب فيها، رؤية النار. كان ليا صاحبي اسمه أسامة وأحمد. أسامة وأحمد. أحمد كان من الناس اللي كانت بتصلي، يعني أنا كنت بشوفه طول عمره بيصلي، بس جه في آخر أيامه زي ما أنا عرفت اللي هو الشيطان بيبقى مجهز نفسه لآخر ثواني في الموت أو آخر حاجة في الموت. هو ما بيهموش إن إنسان أو بالمعصية، أو يهمه الإنسان اللي هو موجود على سوء الخاتمة. فأحمد كان مع أسامة رايحين يجيبوا مخدرات. أسامة ده كان يعني صاحبي جدا جدا جدا، وكان زميل كل ورفيق كل معصية عصيتها معاه. وكان يعني أنا ممكن كنت أكون أنا بدل أحمد اللي مع أسامة. كنت ساعات بروح معاه بالمكنة، نروح المكان نجيب المخدرات ونيجي. فأحمد راح مع أسامة وركبوا المكنة في صباحة هذا اليوم وفي ساعة هذا اليوم. كان بيتقابلوا فيا ورايحين نجيب. طيب ماشي، طب انا اجي معاكم؟ لا خلاص. كان في قبلها في كلام يعني. فبعدها جالنا الخبر، الاثنين هم راكبين الموتوسيكل راجعين من الطريق معاهم الحشيش في الكوبري العلوي، نزلوا تحت مقطورة. الاثنين اتهرسوا من تحت المقطورة، نصهم التحتاني اتدغدغ ما في الكفن. هما بيلفوهم في الكفن يا شيخ، حاطين نص التحتاني في اكياس. فيعني انا داخل اصلي على أسامة في الجامع. بصيت للكفن يا شيخ، انهارت يعني. بصيت للكفن كده، ده أسامة اللي كان معايا امبارح، ده أسامة اللي كان بيكلمني قبل ما يطلع. يعني كفن شكله رهيب. بمد ايدي على رجله، بمسك رجله، حسيت ان رجله بتتلخلخ في ايدي من كتر ما هي متقطعه يا شيخ. طب ده مات على ايه؟ يعني ده مات على ايه دلوقتي؟ مات على معصيه. طب يعني داخل اتوضا، نزلت منهار، قعدت اعيط بحرقه يعني. عيطت خايف على نفسي، عيطت على نفسي وعيطت عليه وعيطت على اللي هيحصل له وعيطت على سوء خاتمته يعني. وعيطت على أحمد اللي هو قعد طول عمره اللي هو يسجد لله ويعبده، وجه في آخر أيامه سقط عليه الكتاب. وصلينا عليه أسامة صاحبنا اللي كان معانا، وصلينا على أحمد، دفنا أحمد قبلها بيوم، ورحنا دفنا أسامة في التراب. تصور يعني أخته كانت ماشية تقول إيه وراه. أخته كانت ماشية تقول ما كانوش حجرين اللي انت راح تجيبهم، انت بتاخد الحجرين وبتطلع قاعد في الشقة فوق وما لكاش دعوه بحد ولا حد يعرف عنك حاجة. ما كانوش حجرين اللي انت كنت رايح تجيبهم يعني. شفته وانا لسه في المعصية، وانا لسه ما تبتش وما رجعتش لربنا. ده اول حاجة ربنا بعتها لنا رسالة. 2 من صحابنا اتاخدوا، ويا ريت اتاخدوا وهم في حسن الخاتمة، لا اتاخدوا وربنا سحقهم وهرسهم تحت مقطورة موتهم، والمغسل بيغسلهم يا شيخ طلع الحشيش من جيبهم. لا اله الا الله. دول لما يقابلوا ربنا يا شيخ هيقولوا له ايه؟ ده انا قلت في دماغي يعني انا الواحد ماشي. الحقيقة الوحيدة اللي انا عرفتها، اللي انا يعني ايه خلاص حطيتها في دماغي وعرفتها يا شيخ، الموت. من اول الحادث اللي فوقني ده وهزني الموت. طب الموت على ايه بقى؟ على معصية او على طاعة. ده اللي حصل الميت. الحمد لله ربنا تاب علي يا رب العالمين، ودخلت حياة نظيفة وجديدة وجميلة ودنيا تانية انا ما كنتش شايفها بجد يعني. انا كنت شايفها من بره وقلبي كان بيتمنى ان هو يخشها، بس كان قلبي على غشاوة يا شيخ يعني.
كان قلبي عليه غشاوة كتيرة، كان قلبي كله سواد من جوه، ما كانش نضيف. كنت حاسس ان انا في روحي، يعني انا عايز ادخل المكان ده، عايز ابقى زي الناس ديت. انا طب ليه هم احسن مني في ايه؟ كانت عندي الرغبة دي، بس من كتر اعمالي ومن كتر عصياني لله سبحانه وتعالى اللي ما يعصاش ابدا ابدا ابدا، ما كانش رجلي ما كانش جايباني ان انا اخش اصلي. كنت اسمع الاذان يا شيخ احس ان جسمي من ضفر رجلي لشعر راسي بيتنفض. اول ما الاقي الاذان بيقول الله اكبر احس ان جسمي كله بيتنفض، بس بلاقي حاجه مكلبشه رجليا وبتمشي بيا في مكان تاني. والمشكله ان المكان اللي انا رايحه ده كله معاصي، يعني طب قدامنا طريقين، الواحد يشوف الطريق كويس والطريق الوحش، لا رجليه راح على الطريق الوحش. لغايه لما الحمد لله رب العالمين بعد الرؤيه اللي انا حكيتها لك يا شيخ فقت، نزلت كسرت الحاجات اللي انا قلت لك عليها، نزلت الشغل يا شيخ، قعدت اكتر من 10 ايام مانيش قادر من كميه المخدرات اللي كانت في جسمي، مانيش قادر، مش قادر اشتغل، مش عارف اجي، مش عارف اروح. بس المشكله يا شيخ اللي كل ما بضعف اتذكر الحلم، اتذكر الرؤيه اللي جات لي، كل ما اضعف اتذكر الرؤيه، كل ما اضعف اتذكر ربنا وعذابه الاليم، عذابه شديد جدا. قعدت اكتر من 10 ايام اعاني لغايه لما كان بيجي لي الشيطان ويقول لي طب خد، طب انت هتصبر لغايه امتى؟ انت جسمك بيوجعك، طب حبيتين يخلوك تشتغل، انت مفيش فلوس، انت بتروح من غير فلوس، انت الحمد لله اتمسكت واستعنت بالله سبحانه وتعالى. اللي مستعين بالله في اي حاجه لو هي جبل هينهار. استعنت بالله سبحانه وتعالى يا شيخ، وحسيت ان انا بطلع من اخر 10 ايام، حسيت ان انا ببدا افوق مع الصلاه، مع حضور الدروس، مع فهمي بجد. ان انا وقفت ثواني مع نفسي، فكرت صح، اني افكر صح، اني افكر ان البقاء في الاخره، مفيش مستقبل في الدنيا، المستقبل في الاخره. مش يعني فاهمني يا شيخ؟ البقاء في الاخره، يعني انا اعمل للجنه، انا اعمل، احنا مخلوقين في الدنيا دي وماشيين فيها عشان نلم حسنات. ده اللي وصل لي، وده اليقين اللي انا فهمته بعد ال10 ايام اللي انا خرجت فيهم من المخدرات. لغايه لما انت دلوقتي يا شيخ شفتني عندي في البيت، في ناس، معظم الناس ما بيصلوش، وانا كنت بصلي الحمد لله، وبدأت أنزل أحضر دروس، بدأت أحاول بقدر الإمكان أمشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بحاول بقدر الإمكان أقلده من حب فيه. أنا كنت قبل كده بجيب هدوم لازم أبقى أنزل مثلا شكل تامر حسني، أعمل تسريحة كريستيانو رونالدو، فبعد الطاعة فما فيش أجمل ولا أحلى ولا أحسن ولا أطهر من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أنت تقلده في كل حاجة، في لبسه، في كلامه، في طريقة معاملته مع الناس، في كل حاجة. يعني أنا بحاول بقدر الإمكان اللي أنا يعني بقدر الإمكان إن أنا أبقى في الهامش، اللي أنا أحاول إن أنا أحب الرسول، يبقى لازم أعمل زيه. يعني الحمد لله رب العالمين. ونفسي يا شيخ، نفسي أشوف الرسول في الحلم في المنام، زي ما أنا قلت لك كده، نفسي يا رب أشوفه في المنام. ففي يوم برضه هقول لك على الرسالة اللي جات لي. في يوم يعني أنا الحمد لله بدأت أصلي، وبدأت أشيل نفسي من الصحبة الوحشة. يا شيخ برضه ركز على الصحبة الوحشة، لأن الصحابة يا جماعة شيء أساسي جدا. يعني أنا مهما كنت بحب صحابي محدش هيحبني أكتر من نفسه. هما لو أنا مت مفيش حد يرضى يدخل بدالي قبري، محدش هيرضى يلبس كفني، محدش لما انا هنزل تحت التراب محدش هيقعد معايا ويونسني، يبقى هما محدش هينفعني. انا خدتها كده، مهما كان صاحب مخلص وده رفيق كل معصيه، بدل تركت المعصيه يبقى اترك صحابي. خدت قرار حاسم جدا يا شيخ، اللي انا ما خلاص اسيب صحابي، معلش مهما كان حب ليهم، مهما كان تربيتهم معايا، بس اسيبهم. يعني لازم عشان خاطر انشد نفسي لازم اسيبهم، وان شاء الله لما اتمسك هرجع ليهم تاني وهعرف ازاي اشدهم معايا. ده قرار خدته برضه حاسم، والحمد لله ربنا وفقني فيه جدا، وبعدت ومحدش زعل مني على فكرة. صحابي فهموا
بس كان في منهم شياطين الانس اللي حاولوا يرجعوني تاني، بس الحمد لله رب العالمين. برضو ده ما هذكر تاني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، انك تستعين على نفسك وتعدي مراحل كتيرة صعبة قوي. جيني للرؤية اللي جات لي، او الهاتف جالي وانا نايم. لقيت حاجة بتردد، كلام بيردد في وداني، ولقيت هاتف جاي يقول لي عمال الهاتف يردد الكلام ده في وداني في وداني في وداني. فانا نايم، قمت من النوم يا شيخ، بقوم من النوم والهاتف برضه لسه بيكرر في وداني. انا صحيت بس الهاتف بيكرر، بس بيبعد عن وداني. ففجأة لقيت لساني عمال يكرر الكلام، لساني لوحده انا عمال لوحدي يا شيخ بتكلم. يعني انا مش عايز امسك لساني، انا لساني مش انا اللي بتكلم يعني، بس لقيت لساني لوحده عمال يقول نفس اللي الهاتف قالهولي: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. فقمت فحسيت ايه اللي بيحصل، او ايه اللي جه في وداني دوت، او ايه اللي منع عليا قال لي الكلام دوت. طب انا ليه قعدت اكرر بلساني كذا مرة لوحدي كده الكلام دوت، وانا يعني لوحدي لساني عمال يقول، فانا بقول زي ما انا بكلمك كده، فانا كنت بقول الكلام. فقعدت في وسط اخواتي وامي قلت لهم: يا جماعه انا جالي كذا 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 كذا، واتقال ازاي احاول ان انا الايام اللي انا عشتها اللي فاتت دي كلها اعوضها طاعه لله. يا جماعه يعني انا عايز اقول حاجه. انا الواحد يعني لو وقف في الميزان وحط حسناته في كفه وسيئاته في كفه، سيئاته هي اللي هتطق. يعني انا عايز واحد دلوقتي يبقى قاعد مع نفسه، اعمل حسابك ان انت دلوقتي هتقابل ربنا. انت حاسس او عارف ان انت هتخش الجنه ولا النار؟ كتير قوي يا شيخ انا سالتهم السؤال ده وقالوا لي النار. محدش قال لي الجنه خالص. يعني من قمه الناس اللي هم بعاد جدا عن ربنا النار. فانا عايز اوصل لهم اللي انا شفته في النار واللي انا شفته في حلمي، عشان خاطر يفوقوا من الغفله اللي هم فيها. محدش يا شيخ، انا عشت اللي هم بيعيشوه دلوقتي، فعشان عشت اللي هم بيعيشوه دلوقتي عايز اخرجهم منه يا جماعه. يعني بتعظم. يعني انا كنت زيكم من يومين مثلا، كنت زيكم. طب خلاص ايه اللي غيرني؟ ما غيرني انا شفت النار يا جماعه. يعني انا شفت جهنم، شفتني انا بتعذب في جهنم. فلازم كل انسان يعرف ويتعظ. الشيخ كنا عاوزين حضرتك تكلمنا عن الفرق بين السعادة في الطاعة والسعادة في المعصية. السعادة في الطاعة شكلها ايه والسعادة في المعصية شكلها ايه؟ السعادة في المعصية، السعادة بتبقى يعني وقت ما انت بتعصي بتبقى سعيد، بعد كده او وقت الشهوة بعد ما بتروح ما بتحسش بأي سعادة، بل بالعكس بتحس بكرب، بتحس بخنقة. ما بتقعد لوحدك وبتبقى في خلوة مع نفسك بتحس بكرب وخنقة وضيق، متضايق مخنوق. بتوصل بيك المرحلة اللي انت ممكن تنتحر. بتوصل بيك المرحلة اللي انت ممكن، انا كنت بجيب موس واقعد اقطع في ايدي. وفي يوم كنت مبرشم خلاني اصور في البيت عندي، خلاني في مرة خنقت امي، خلاني في مرة خنقت والدتي.
خلاني في مرة عورت أختي، خلاني في مرة أجيب شرايين إيدي. يعني هو مخدرات تأثير أو سلاح الشيطان الوحيد اللي يخليه يسوقك زي ما هو عايز، أو بيستعبدك زي ما هو عايز، بيحبب لك وبيزين لك كل شهوة. وطبعا يعني أما الواحد بيفوق يعني يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله، الله أكبر، يعني الله أكبر الله أكبر. السعادة في الطاعة مهما أوصف لك يا شيخ، أنا دلوقتي سعادتي قد إيه وقلبي فرحان قد إيه، مش هعرف أدي قدر فعلا قدر الطاعة. يعني كفاية اللي أنا لما بخرج من باب الجامع أصلي فرض ربنا وأحس إن أنا جيت لربنا اديته حاجة وبقول يا رب اقبلها. دي حاجة صغيرة جدا، يعني أنا حاجة صغيرة جدا بس بقول يا رب اقبلها، فبتبقى سعادة جميلة أوي. أخرج من الجامع بحس بصدري في طراوة، بحس إن أنا مفيش كرب، ما بفكرش في أي حاجة تشغل دماغي، في أي حاجة تشغل دماغي. لا خلاص، أنا خلاص صليت فرض ربنا ومفيش حاجة تانية. قريت قرآن مفيش حاجة تانية. صمت الاثنين والخميس مفيش حاجة تانية. ما بفكرش في أي حاجة تانية، لا بفكر في فروض ربنا وطاعة ربنا اللي هو ياخد، يعني اللي أخد عليها حسنات بفكر فيها، ما بفكرش في أي حاجة تانية. والدنيا شيخ، يعني الإنسان اللي يرمي الدنيا ورا ظهره بجد، يعني ما يفكرش فيها، ما يفكرش في شهواتها، ما يفكرش في أي حاجة، بتلاقيه مرتاح البال بجد. الطاعة راحة للبال يا شيخ والله. أنا عايز أقول لكل شاب لسه بيعصي ربنا، لسه مستمر في برضه. اتكلمنا عن الفرق بين أصدقاء السوء وأصدقاء الطاعة، أصدقاء الخير وأصدقاء الشر. والله يا شيخ الفرق ما بين أصدقاء السوء وأصدقاء الطاعة فرق شاسع جدا، فرق ما بين السماء والأرض. يعني كانوا أصدقاء السوء مثلا يعني يجي واحد يقول لي خد سيجارة، واحد يقول لي تعالى ما نروح مشوار حرام، نمشي في حاجة فيها معصية لله سبحانه وتعالى. فالحاجة دي يعني آخر طريق زي دوت، والله مشينا في طريق الطاعة، مشينا في طريق المعصية، مشينا في أي طريق من ده، آخر هنقابل ربنا سبحانه وتعالى. فأصدقاء السوء عمره ما يمشيك في طريق طاعة، أكيد 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 هيمشيك في طريق معصية لله سبحانه وتعالى. فآخر طريق المعصية لله إيه؟ هو النار، جهنم والعياذ بالله، إن الواحد يعني يخش النار. فده صديق السوء. صديق الطاعة اللي هو يعني يقرب بيحبني في الله فيمشيك في طاعة ربنا. فلما تمشي في طاعة ربنا أكيد ربنا يا رب يرزقنا الجنة يعني. فهو أكيد بيحبني، يعني أي حد يدخلني الجنة أكيد بيحبني، بصرف النظر بعد إيه. يقفوا جنبي في المعصية، يقفوا جنبي لو رايحين نجيب مخدرات، رايحين نجيب حاجة، يقف جنبي وراجل وبتاع ويسد. انما في اي مشكلة، في حياتي، وقعت في اي ورطة بجد، ما تلاقيش حد فيهم، تلاقيهم بيفروا. ما تدورش طب فين صاحبي اللي كان واقف معايا مثلا في المعصية، لا بيفر مني، ما بيقفش بجد. ما تلاقيش فعلا الا صاحب الطاعة اللي بيحبك في الله هو اللي يقف معاك في مشكلتك ويحلها لك. لو انت محتاج حاجة، محتاج كده، بيقف جنبك. يعني اخ بقى، اخ بيحبك في الله، مش بيحبك في المعصية صراحة.
سعادة الاطمئنان، سعادة اطمئنان القلب بجد. جربها وصدقني انا مش هترجع تاني لاي معصية لما تدوق طعم السعادة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فبنقول بس يعني ربنا سبحانه وتعالى فاتح باب التوبة في اي وقت وفي اي ساعة. ارجع لربنا وتوب توبة نصوحة، وخليك راجل زي ما انا بقيت راجل. انا اخد قرار بجد، قرار راجل قدام نفسك. انت ما تطلع راجل قدام نفسك صدقني هتعلى قوي في نظر نفسك. انا جربت العلو في نظر النفس ده، حسيت ان انا مفيش حد زيي في الدنيا، مش غرور بس حسيت ان انا فعلا خدت قرار صعب وتحملته. وبعد ما خدته وتحملته لقيت نفسي يعني في حياة سعيدة. بس بجد يا جماعة بجد يعني انت دوق طعم السعادة اللي بجد اللي بحقيقي، مش السعادة اللي هي لمجرد ثواني او لمجرد ساعات او لمجرد ايام. لا، دوق طعم السعادة اللي هي السعادة طول العمر. جزاكم الله خيرا. تعليقا على كلامك الجميل، اقول لكل شاب لسه مش عايز يتوب، ارجع لربنا يلا والحق وخد القرار من دلوقتي، خد قرار التوبة وقول خلاص يا رب راجع لك يا رب. ربنا لسه فاتح باب التوبة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالحق يا أخي في الله، الحق توب إلى الله وخد القرار من دلوقتي وقول له يا رب خلاص راجع لك يا رب وما عدتش هعصيك أبدا يا رب. وفي النهاية ندعي: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، اللهم ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، اللهم ارحمنا إذا ورينا في التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولا يبقى لنا سواك يا الله. اللهم إنا جئنا ببابك تائبين نادمين مستغفرين فلا تردنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وفي النهاية نقول للأخ محمد جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الممتع، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.